السيدة نائبة رئيس مجلس جهة سوسمسا، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد نائب رئيس مجلس جامعة تزنيت، السيد مدير الإقليمي للثقافة، السيد مدير الإقليمي للتكوين المهني، السادة ممثلي وسائل الإعلام، عائلة البيض الصغيرة والكبيرة، أيها الحضور الكرام، يشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن أعضاء وموظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوسمسا وكافة الصانعات والصناع بالجهة في هذا الحفل التأبيني المؤثر لواحد من الأسماء التي طبعت بحضورها الوازن ومواقفها الإنسانية المتميزة على صعيد مدينة تزنيت وفي كل المجالات، كانت ثقافية أو اجتماعية أو إنسانية. واسمحوا لي أن أقول في حق المرحوم عبد العزيز البيض بعض الكلمات التي هي خلاصة مركزة لعشرة جمعتنا سويا وعلى امتداد عقود من الزمن، عرفت خلالها قيد حياته عن قرب، ونسجنا معا خيوط صداقة ترسخ بنيانها ونمى شامخا على مدار الزمان. لقد كان الفقيد رحمة الله عليه رجل مبادئ ونزاهة في الفكر ونظافة اليد، صانعا تقليديا وأستاذا وفنانا وإعلاميا مناضلا محنكا صقلته التجارب، فأمسى ثاقب النظر عميق التفكير والتأمل، متزنا في التحليل، حصيف الرأي، متشبتا بالمبادئ التي آمن بها لا يحيد عنها ولو كان في ذلك مساسا مباشرا لشخصه. ولقد رأينا مقتطفات من بعض من سيرته. في ذلك مساسا مباشرا لشخصه وتأثيرا على وضعه الاعتباري داخل المحيط الاجتماعي والإنساني الذي ينتمي إليه. تراه في كل اللقاءات أو الاجتماعات وفي كل المنتديات كتلة من النشاط والحيوية والبذل والعطاء والتضحية بمدينة تزنيت التي أحبها وأحبته، مدافعا شرسا عن قطاع الصناعة التقليدية. لقد مارس المرحوم حرفة الصياغة منذ صغره، وهو ابن أحد قامات الصناعة التقليدية بالمغرب وبتزنيت خصوصا، ابن المعلم المرحوم الناجم السباعي. تعلم أصول الحرفة وموازاة مع ذلك دراسته التي تلقاها في المدرسة العمومية. كان المرحوم يزاول أنشطة فنية في المناسبات الوطنية والدينية حتى صار اسم الفقيد متداولا في جميع الأنشطة إلى يومنا هذا، وأصبح معروفا لدى الصناع التقليديين والإعلاميين والفنانين والجمعويين. فلن ننسى ما كان يقدمه داخل هذه القاعة التي تشهد عليه، داخل هذه القاعة من عروض وتقديمات في شتى المواضيع. كما ساهم رحمة الله عليه معنا في تأسيس جمعية تفوت للصياغين وجمعية تيميزار لمهرجان الفضة، كما ساهم معنا في خلق شعبة الصياغة بالتكوين المهني، حيث كان العقل المدبر والأستاذ المكون. كان للأستاذ عزيز البيض الشرف العظيم لخلق نواة هذه الشعبة لتعم سائر التراب الوطني، كما لا أنسى مشاركته الفعالة خلال تنظيم المهرجان السنوي لتيميزار للفضة ومواكبة جميع فقرات المهرجان. كما كان رحمة الله عليه خدوما يتصف بالنزاهة والاستقامة والدفاع المستميت عن حقوق المستضعفين، ولا غرابة في ذلك معشر الحاضرات والحاضرين، فالأستاذ عبد العزيز البيض لم تكن تهمه مصلحته الشخصية البحتة بقدر ما كان همه الأول وهاجسه الأساسي خدمة المواطن البسيط والسعي الجاد والحثيث إلى المساهمة في حل مشاكله بكل ما أوتي من قوة وخبرة، وفي ذلك صمت ونكران للذات.
بالإضافة إلى كل ما قيل في حق الفقيد، فقد كان رحمة الله عليه أبا مثاليا، لكونه استطاع تخصيص حيزا من وقته لتتبع ورعاية أبنائه، وذلك بفضل تضحياته ومساعدة زوجته، ولا يحق لأسرته إلا أن تفخر به وبنجاحه في إتمام رسالته على أحسن وجه. وأنتهز هذه الفرصة أيها الحضور الكريم لأتقدم بتعازي الصادقة والحارة إلى زوجة المرحوم المحترمة، ومتمنياتنا لها ولأفراد عائلته وأبنائه بجميل الصبر والسلوان وبدوام الصحة والعافية، وعزاؤنا واحد. ختاما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من فكر وسعى وساهم في تنظيم هذا اللقاء، وصنع هذه اللحظة الفارقة في سجل العلاقات الإنسانية، لحظة تأبين الأستاذ وأخونا عبد العزيز البيض رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.